السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم حبايبي ومتابعيني وعيلتي التانية، يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. النهاردة فيديو صغير كده، هو مش فيديو، هي أكلة عملتها وقلت ايه اشاركها ايه مع يعني تشاركوني فيها يعني. هي عبارة عن مكرونة، بس مكرونة بقى ايه، مكرونة جامدة قوي يعني. الطريقة بتاعتها حلوة جدا، ولو جربتوها والله هتحبوها. طبعا كتير قوي منه بيكون بيعملها، بس انا طبعا بحسها ان هي ايه، ليها طعم تاني. بعت ياسين. قلت له ياسين انزل اللي جاب لي كيس مكرونه. وقلت له طبعا ما تجيبش كيلو بصل، كيلو بصل ب40 جنيه. قلت له هات بصلتين اتنين، وهات كيلو طماطم، وهات لنا كمان ايه كيسين صلصه عشان تبقى حمرا كده وحلوه. ورحت ايه جايبه سلقت المكرونه، ورحت ضربه البصلتين، حطيتهم معلقه سمنه بلدي كده وشويه زيت حلوين. انا يعني بحب احط معلقه السمنه البلدي، بيبقى ليها طعم تاني يعني. تمام كده. انا بستعمل دون، بجيبه من منفذ وطعمه حلو قوي يعني، سمنه بلدي جميله جدا. ماشي. وحطيت شويه الزيت، ورحت ايه محطه البصلايه تتشمع بقى كده، وايه تاخد راحتها شويه كده ايه، مع حته السمنه وشويه الزيت، على ما كنت اضرب ايه الطماطم. هاند بلندر كده، جدا الخلاط عندي مش بقى بايظ، مش شغال كويس يعني، فقلت ايه الهاند بلندر اسهل حاجه، هي بتسهل عليا يعني. رحت ايه ضرباها. تمام. وبعد كده ايه حطيتها تاخد وقتها شوية مع البصلة كمان، عشان يبقوا ايه طعمها كده. كنت بحطها اهي ياخدوا كده حريتهم شوية. تمام. حطيت بقى الملح، وحطيت الفلفل الاسود، وحطيت واحدة مرقة، وادي كيس ايه او كيسين الصلصة. طبعا هما مش كبار قوي يعني. وطلعت ما شاء الله جميلة قوي، وكان طعمها حلو، عجبت ديما وياسين. ويا رب تكون عجباكم، جربوها وقولوا لي رأيكم فيها. واشوفكم على خير. حبايب قلبي، ربنا يبارك فيكم ويسعدكم. متنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل كل جديد. سلام عليكم.